this is what it feels like. أنا أسماء موسى ودي قناة ليدي أون ذا رود. هتكلم النهاردة عن تقنية ممكن تخليك بدل ما تروح شغلك بعربيتك في ساعتين هتروح في 10 دقايق بس. الفكرة دي بدأها إيلون ماسك سنة 2012، وهي عبارة عن قطر بيمشي جوه أنبوبة بسرعة قد تصل لسرعة الصوت اللي هي 1235 كيلومتر في الساعة. طلع إيلون ماسك في مؤتمر وقال إنه فتح التقديم في مسابقة تنافسية مفتوحة المصدر علشان يطور الفكرة بتاعته دي، وفعلا عدد كبير جدا من الشركات الناشئة اشتركت وبدأت الفكرة فعلا إن هي تتطور. لكن في شركة اسمها هايبرلوب 1 اتأسست الشركة دي سنة 2014. كانت الشركة دي مركزة أكتر من بقية الشركات في تطوير الفكرة دي، وفي سنة 2017 انضم ليها شركة فيرجن كراعي رسمي للشركة، وهما الاتنين اشتروا فكرة إيلون ماسك وسموا الشركة فيرجن هايبرلوب 1. وهنا بدأت الانطلاقة، وبنت الشركة أنبوب تجريبي في صحراء ولاية نيفادا في أمريكا قريبة من منطقة 51 علشان يعملوا فيها التجارب المبدئية على التقنية دي. وفعلا نجحت الشركة في كل التجارب بتاعتها لدرجة إن هم أعلنوا عن أول تجربة فيها بشر حقيقيين سنة 2020، ونجحت التجربة دي بشكل كامل. أما عن التقنية فهي بتشتغل باتنين مغناطيس، واحد دوره إنه يرفع الكبسولة في الهواء علشان يقلل مقاومة الاحتكاك، والتاني دوره إن هو يحافظ على إن الكبسولة تفضل ماشية لقدام ويمنع إن هي تنحرف عن القضيب بتاعها. وبالمناسبة هي نفس التقنية اللي استعملوها في أسرع قطر موجود في العالم اللي هو موجود في اليابان، ولكن السر في الهايبرلوب هو الأنابيب الضخمة اللي بيمشي فيها الكبسولة دي. وبسبب فكرة تفريغ الأنبوبة من الهواء فحققت بيئة معزولة مفرغة من الهواء علشان يقلل مقاومة الهواء، وبكده لغى بالمغناطيس مقاومة الاحتكاك ولغى بالأنبوبة مقاومة الهواء، وقدر يحقق المعادلة الصعبة، وهي إن بطاقة قليلة جدا يقدر يحرك الهايبرلوب بسرعة الصوت. ولأنه في الآخر قطر عادي فبيكون ليه محطات تقليدية عادية جدا، وده يخليك توصل ليها بسرعة وسهولة أكبر من إنك تروح تركب طيارة. ولأن هو كمان بقى أسرع من الطيارة فتقدر كمان كبلد تلغي الطيران الداخلي اللي هو مكلف جدا. ولأنها بتستخدم الطاقة المتجددة فهي تقنية صديقة للبيئة على عكس الطيران اللي بيسبب تلوث رهيب. وبسبب إن الكبسولة جوه أنبوبة فمش بتتأثر بالعوامل المناخية خالص، وده بيقلل تكاليف الصيانة يكاد يكون صفر. وبسبب سهولة الوصول وبسبب السرعة الكبيرة فده بيدي فرصة إن الرقعة السكانية تزيد جدا ويخف الضغط على المدن. أما عن عامل الأمان، هو مربوط بأبليكيشن على الموبايل وبيرصد كل التحركات طول الوقت، وكمان مربوط بمركز متابعة شغال طول الوقت، وكل الأنابيب كمان موجود فيها حساسات تقدر تحدد مكان أي ضرر لو حصل وتحول الكبسولة دي لخط تاني في ثواني معدودة. وكمان في بوابات طوارئ تقدر تعزل الجزء اللي فيه ضرر عن الأنبوبة وتعيد شفط الهواء من جديد من باقي الأنابيب لحد ما يتم إصلاح الضرر ده. وكمان الأنابيب دي مصممة على إن هي تكون مقاومة للزلازل. النقطة السلبية الوحيدة في التقنية دي إن تكلفة إنشائها عالية جدا جدا جدا. شفت بقى لو حصل وفعلا التقنية دي بقت موجودة في كل بلد هتقدر تروح شغلك عادي في 10 دقايق ويمكن كمان أقل. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وتتابعوني علشان قصص تانية جديدة لمواتير جديدة.